ريال الذي كان يعاني، ريال الذي كان غير قادر على أن يظهر بشكل مقنع، ريال الذي كان في أداء متواضع في عديد من المباريات مع رافا. الوضع تغير منذ أن جاء زيدان. لمسة من خامس، بينيتز من الماضي، اليوم زيدان في الدكة، وغدا البحث عن إنجاز جديد. الكرة لإسكو على اليسار، عدى من الأول إسكو، وبعد ذلك تغطية وتدخل حكم المباراة يحتسب خطأ لريال مدريد. برشلونة في الصدارة ب 51 نقطة، الترتيب الثاني لأتلتيكو مدريد 48 نقطة، ريال مدريد ثالثا ب 44 نقطة. 44 نقطة، فارق كبير عن برشلونة. كرة تعود مرة أخرى إلى مودريتش، لمسة بعد ذلك خامس من راس كريم، جول! هدف مبكر للميرينغي، الدقيقة 7 لم يسجل كريستيانو، من سجل هو كريم لمصلحة ريال مدريد بعد عرضية رائعة جميلة من الجهة اليمنى. هدف أول لريال مدريد، الكل كان ينتظر بصراحة، الكل كان يتوقع بعد الأداء الهجومي. لوكا واحدة من لمساته، خميس بمهارته وقدمه اليسرى المعتادة، عرضية في منتهى الروعة، كريم في الانتظار، ميرينغي يتقدم بالهدف الأول، راسية بنزيما، تضع ريال في المقدمة مع الدقيقة 7 والبحث عن فوز عريض على إسبانيول. قلت بأنهم في مباريات إسبانيول وعودة للهجوم وعودة للبحث عن هدف ثاني. إسكو بالصدر، استقبال جميل بنزيما لكريستيانو رونالدو، وركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء. يا عيني على هذه التمريرات، 12 إلى 14 تمريرة متقنة بين لاعبي ريال مدريد بشكل رائع قبل الوصول إلى منطقة جزائية اسبانيول. عدى كريستيانو، يحصل على ركلة جزاء، هفوة من الدفاع، إعاقة من روكو، سقوط لكريستيانو، ركلة جزاء لريال مدريد تجعلهم قريبين من 2-0 في 10 دقائق. يا لها من مهمة معقدة وصعبة وليلة في غاية السوء هجومي هائل هذه المباراة. كريستيانو مرة أخرى، 2-0 في الطريق لريال مدريد بعد 11 دقيقة. رونالدو كريستيانو، ومرمى اسبانيول، الجماهير متحفزة منتظرة لهدف ثاني. الآن كريستيانو، هدف ثاني للفريق الملكي من علامة الجزاء. كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الثاني في البرنابيو، هدف ريال مدريد الثاني في البرنابيو، الأول عن طريق كريم بنزيما. يبدو أننا أمام نتيجة كبيرة في مباراة الليلة، ويبدو أن ريال مدريد سيتفنن في نثر إبداع وإمتاع لمشجعي في برنابيو. ما رأيكم في أن تستمتعوا اليوم بريال مدريد؟ ضعوا قدما على أخرى وأمام شاشة التلفاز استمتعوا مع ريال مدريد، لأنها واحدة من رقم قياسي جديد في دور الأبطال، وهو البطولة رقم 11 في تاريخ النادي الملكي. لما لا؟ زيدان الذي فاز بهذه البطولة مع ريال مدريد، زيدان الذي منذ بداية مشواره في عالم كرة القدم عمل تحت أو لعب تحت إدارة العديد من المدربين الرائعين في مشوار زيدان اللي عنده القدرة على النهوض بالميرينغي. ممتازة من جانب كارفاخال، كارفاخال عدى ولكن التغطية. مودريتش يلعب خامس عدى بمهارة، ثالث للميرينغي. يا زيزو، ميرينغي جميل. وين كان كل هذا يا زيزو؟ وين كان كل هذا يا خامس؟ وين كان كل هذا يا ريال؟ انهيار لإسبانيول أمام طوفان مدريدي غير عادي. ظهير أيمن بمواصفات هجومية، وخميس استعاد كرته، استعاد مهارته، واستعاد تسديدات الرائعة. نعم، بمساعدة من المدافعين، الكرة صدمت في دفاع إسبانيول، لكن ميرينغي جميل بيتم على الكلمة. ميرينغي مثير في برنابيو بعد 16 دقيقة يسجل فيها رقما كبيرا، 3 أهداف مقابل لا شيء إسبانيول. يا لها من ليلة كبيرة لريال مدريد. 3-0. حافظ على أرقامه،
لا زال يسجل، لا زال قادر على عمل الكثير. نعم بالنسبة لرونالدو الفترة الحالية ليس على ما يرام، خطيرة لمصلحة إسبانيول، وكرة نباص على مرتين خطيرة لإسبانيول غير عادية. محاولة سالفة، يا سالفة أضعت هدفا كان ساعا الكثير لإسبانيول. ضاعت الكرة من جانب إسبانيول، تمريرة خابئة صدمت في الدفاع. رونالدو، كريستيانو على اليمين، رونالدو مر، رونالدو عدى بمهارة. يا عيني يا كريستيانو، روعة 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 جميلة من رونالدو. هذا كله والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدف الجميل، هذه المهارة وهو بنصف مستواه. رونالدو عدى من الأول، رونالدو مر، جميلة من رونالدو، جميلة من كريستيانو، يضع بصمة الثانية في اللقاء. شباك إسبانيول خير صديق لكريستيانو، الأرقام الكبيرة خير صديق لكريستيانو. نعم ليست فقط شباك إسبانيول بل كل الفرق تقريبا نعم تلقت الأهداف تلو الأهداف. رونالدو الذي يسجل هدفا ثانيا له على المستوى الشخصي، رابعا لريال. إسكو يحاول وصول الكرة، يصل، يحاول على جهة اليمين، محاولة خطيرة للريال، بحث عن حلول، تأخر بعض الشيء، تقدم من جانب لوكاس، عرضية تأخل إسكو باتجاه كريستيانو رونالدو، ولكنها بعد ذلك يبعدها حارس المرمى أرلاوسكيس إلى ركنية مدريدية. ركنية مدريدية، كرة ورمية جانبية تنفذ سريعا إلى خامس محاصر، لمسة ممتازة إلى خيسي في مكان خطير داخل منطقة الجزاء، رونالدو بالراس. كرة من جانب كريستيانو رونالدو جميلة بالراس. 5 أهداف ريال مدريد. نعم هاتريك جديد، رقم جديد بنصف المستوى. رونالدو يعود ليتألق وأيضا ليكون في قمة الهدافين. كريستيانو هذا اليوم رغم أنه ليس في قمة مستواه، هاتريك وصدارة الهدافين. رونالدو هدف بالراس، عمل رائع جدا من جانب خيسي. شوفها مرة أخرى جميلة لريال مدريد، شوفها اللمسة من خامس ذكية بين مدافعين، خيسي عرضية، تحرك ذكي من رونالدو بالراس في منتهى الروعة، وهدف للريال، هدف 5 للريال. كما كان الكثير يتوقع أن ريال مدريد سيحقق نتيجة كبيرة، اسمح لي القول أنه سيفجر مرمى إسبانيول. هذا ما يفعله بقيادة رونالدو اللي مرة أخرى وثالثة وعاشرة نقول أنه ليس في قمة مستواه، رغم ذلك هاتريك اليوم. الكرة للوكاس، تركها لكارفاخال، كرات متبادلة إلى خامس، رودريغيز، خامس، كرة بعد ذلك في جهة اليسار خيسي، البحث عن هدف سادس. خيسي يحاول مرور، عدى بمهارة، عرضية السادس. نعم السادس لريال مدريد. الله على خيسي، دقائق رائعة. مدريد سداسية أخرى في مرمى إسبانيول، نصف دستة من الأهداف يا زيدان، 3 نقاط جديدة والليغا ستشتعل بعد ذلك. ريال يريد أن يؤكد للجميع أنه سيقاتل على ليغا هذا الموسم. كرة من جانب خيسي في منتهى الروعة، دفاع وضعها في شباكه بالخطأ. ركوب إنزو قبل أن تصل لكريستيانو اللي كان ينتظرها كريستيانو، ولكن أيضا دقائق ممتازة إيجابية لخيسي. هدف سادس، متبقي 3 دقائق على نهاية المباراة.